ربي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا وزادها شرفا وجمالا وبيانا، أنزل بحروفها الذكر قرآنا، كرم الإنسان وهداه بالقرآن وعلمه البيان، وبعث سيدنا محمدا أفسح الناس لسانا وأجملهم بيانا، وهبه ربه جوامع الكلم ففاق الناس فضلا وجمالا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فهم في اللغة والبيان فرسانا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة الجديدة نتناول الأدب العربي في العصر العباسي، الذي تناولنا في الحلقة السابقة عن تاريخية اللغة العربية في هذا العصر، واليوم ندلف في باب الأدب العربي في العصر العباسي. وإذا كان العصر الجاهلي يعد المنبع الرئيس للشعر العربي، وعصر صدر الإسلام ممثلا للأدب الملتزم بتعاليم العقيدة الإسلامية وموضوعاتها، والعصر الأموي عصر شعراء الغزل والحضور العاطفي والانفعالات الإنسانية، فإن العصر العباسي يعد عصر النهضة الأدبية، ليس على مستوى الشعر فحسب وإنما في النثر أيضا، وعصر الشعراء الأكثر عددا وشهرة وحضورا في تاريخ الأدب العربي على اختلاف عصوره. هذه العصور عصور مجد الأدب العربي، العصور الأربعة. وأما السمات العامة للشعر العربي في العصر العباسي، هنالك عوامل عديدة تضافرت فيما بينها لتسهم في إفراز النهضة الشعرية في ذلك العصر، منها سياسي ومنها اجتماعي وثقافي. فاتساع رقعة الدولة التي ورثها العباسيون عن أسلافهم الأمويين، واتساعها وانتشارها في القارات الثلاث، وما نتج عنها من اختلاط العرب مع مختلف الشعوب القارات، وظهور العديد من المدارس الفكرية والفلسفية والفقهية، بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى، أكسبت العصر العباسي تلك النهضة الشعرية المتفردة، وأفرزت أقرادا شعرية جديدة، وطورت في مضامين الأقراد السابقة، أي أقراد التي كانت في العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموي. وفي العصر العباسي اتخذ الشعراء من قصور الخلفاء والسلاطين ميادين لإبراز قدراتهم الشعرية، ومنابر يتسابقون للظفر بها وإطلاق قصائدهم، إذ أولى الخلفاء العباسيون الشعراء اهتماما بالغا، أي الخلفاء والولاة اهتموا بالشعراء لما لهم من رسالة يؤدونها للمجتمع. وهذا ما دفع الكثير من الشعراء إلى اتخاذ الشعر مصدرا للتكسب المادي، وبذلك احتل شعر المدح مرتبة متقدمة، وبلغ ذروته من بين بقية الأقراد الشعرية التي حافظ جزء كبير منها على تدفقها الوجداني والعاطفي، كما في العصور السالفة كأشعار الغزل والفخر والهجاء. ولكن هنا نجد النقائض التي كانت في هذا العصر فقط، والوصف
وهلم جرا. كما ظهرت أصناف جديدة من الشعر على أيدي أشهر شعراء العصر العباسي، ومنها شعر المجون والخمريات والشعر الصوفي وشعر الزهد. وعلى أي حال، أبدع شعراء العصر العباسي في نظم الشعر بمختلف أقراده، وفي ابتكار المعاني والصور الشعرية والألفاظ المنمقة والمحسنة بلمسات جمالية بديعة، فعكست أشعارهم صورة ذاك العصر، وخاصة في مراحل قوته واستقراره، سواء تحت ظل الخليفة في بغداد أو في قصور سلاطين وأمراء الدول التابعين للخليفة العباسي، سواء في الشام أو العراق أو مصر أو المغرب، وكذلك في دولة الأندلس التي استمر فيها الحكم لقرون طويلة من الزمن. وإذا نظرنا لخصائص الشعر العربي في هذا العصر نجد المقدمة الطلالية، وهو الأطلال، ذكر الأطلال، وهذه كانت من سنة شعراء الجاهلية. إذا أراد أن يقول الشاعر الجاهلي قصيدة بدأ بذكر أطلال الحبيبة، وهي الآثار التي يتركها الإنسان حينما يرحل من منزله. استهل البدو من شعراء العصر العباسي قصائدهم بأبيات الأطلال، متأثرين بقدامى الشعراء، وحملت تلك الأبيات معاني وجدانية عميقة كالرحيل والألم على رحيل الحبيبة. كما يقول الشاعر الجاهلي: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحنولي. هذا يسمى مقدمة طلالية. وأما الخصائص التي كانت في ذاك العصر: الابتعاد عن القصائد المطولة. هذا الشعر في هذا العصر ابتعد عن القصائد المطولة التي كانت في العصر الجاهلي. نظم الشعراء العباسيون شعرهم على شكل مقطوعات صغيرة تبعا للتطور الحضاري الذي ميزهم، فلم تكن هنالك أسواق كما كانت في الجاهلية، أسواق للشعراء، فلم تعد القصائد تلغى في المهرجانات والأسواق كما كان الأمر قديما. اتجه كثير من الشعراء إلى التجديد في المعاني والأفكار، وكان ذلك واضحا في أشعارهم، فقد ازدحمت الأشعار بالأفكار والمعاني والصور والأخيلة، ولجأوا كذلك إلى المبالغة والتهويل والتجسيد والتضخيم، فهي كانت السمة الأكثر التي ارتكز الشعراء عليها في نظم أشعارهم، خاصة في موضوعي المدح والغزل. وكذلك من خصائص الشعر العربي في عصر العباسي التجديد في الأسلوب والوزن والقافية. اتسم الأسلوب الشعري لدى العباسيين بالجزالة والسهولة واللين، وكان للتطور الثقافي والعمراني والحضاري في ذلك العصر أثر كبير في لغة وأسلوب الشعر. واستمر بعض الشعراء في نظم شعرهم على الأوزان التقليدية القافية المعروفة، بينما استحدث آخرون أوزانا تلائم روح عصرهم وذوقهم الشعري، فجددوا في القافية. وكذلك من السمات التي برزت في الشعر العباسي الموسيقى الداخلية. وبالنسبة للجانب الموسيقي يبدو تأثر الشعراء العباسيين بشعراء الجاهلية جليا، فقد كانت الموسيقى الداخلية لديهم تحمل أشكالا عدة، منها تكرار الألفاظ أو ما اشتق منها، والترسيع والتصريع. والسمة الأخيرة
في شعر الشعراء العصر العباسي الطابع الشعبي. قديما كانت القصائد مقتصرة على الفئة الكبار أو الأغنياء، أما بالنسبة لشعراء العصر العباسي فقد شملت جميع فئات المجتمع، فوصفوا كل ما يرتبط بالناس ويحيط بهم كالشباب والروض والأزهار والثمار والحيوانات والنهر والجاريات والغلمان وكل ما يدور حول الحياة في ذلك الوقت. والآن نعرج إلى أغراض الشعر العباسي. كما قلنا الغرض هو الهدف من إلقاء الشعر، فكانت تلك الأغراض التي كانت في العصر الجاهلي وجدت في عصر العباسي. أولا المدح. مضى الشعراء العباسيون في مديح الخلفاء والولاة والأمراء والسلاطين بالدرجة الأولى، فنجد أبرز شعراء العصر كانوا على صلة مباشرة بالبلاط وقصر الحاكم. والغرض الثاني هو الهجاء، ويمكن تمييز لونين من الهجاء في العصر العباسي: هجاء سياسي وهجاء شخصي، وقد امتاز اللونان معا بالسخرية الشديدة والإيذاء المؤلم، كما امتاز الهجاء بأنه أصبح شعر مقطوعات قصيرة وليست قصائد مطولة كالتي يتطلبها المديح أو كما كان الهجاء في العصور القديمة. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. نواصل فيما انقطع من الحديث. وأما الزهد فهو قرض استحدث في هذا العصر، ولقي الشعر الزهد في العصر العباسي اهتماما كبيرا، وشغف الناس بقراءة قصائده وإنشاده. ولم تكن دوافع الزهد في هذا العصر دينية فحسب، ولكن إلى جانب ذلك أصبح يمثل حركة مضادة لبعض مظاهر المجون والزندقة التي شاعت في هذا العصر، وتحولت حركة الوعظ التي نشطت في مساجد الكوفة والبصرة وبغداد إلى زهد حقيقي أمال قلوب الناس. وأما القرض الثالث الرثاء أو الرابع هو الرثاء. والرثاء تعريفه هو مدح الإنسان بعد موته، وأما المدح فهو مدح الإنسان في حياته، عكس الرثاء يمدح الإنسان بعد موته. ارتقى فن الرثاء في العصر العباسي واكتسب غنى وعمقا بفضل شعراء كبار أبدعوا فيه وفي سائر أغراض الشعر. وفي طليعة شعراء الرثاء أبو تمام. الغزل وهو التشبب بالنساء ووصفهن، واشتهر بشعر الغزل، وكان هنالك غزل عفيف وغزل عذري. واشتهر بالغزل العفيف علي بن جهم الذي أجاد في تصوير مشاعره وبرع في مقدماته الغزلية والرقيقة، ولا سيما ما كان يستهل به في مضائحه للخلفاء. ومن زائع غزله في صدد مديحه للمتوكل قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: عيون المها
بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. والآن مع أبرز شعراء العصر العباسي الفحول. حفل العصر العباسي بعدد وافر من الشعراء الأعلام الذين لم يحظى مثلهم أي عصر آخر. أولا أبو العتاهية، وهذا تخصص أو عرف بالزهد. يقول في الزهد والوعد الديني: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي، فلا تعشق الدنيا أخي فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي، حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعناء، فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت وماء، ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطاء، وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائه. هذا يعد من شعر الزهد. وأما شعر الرثاء فهو الشاعر الكبير أبو تمام، وهو هنا يرثي المجاهد الكبير محمد بن حميد الطائي، هذا البطل الذي قاتل وقتل. وقال في هذه القصيدة كلاما جميلا ومنمقا حتى عده النقاد العرب واعتبروه من عيون الرثاء العربي، حتى حينما سمع المأمون هذه القصيدة تمنى أن يكون هو المقتول. فيقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفضي ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، وما كان يدري مجتدي جود كفه، إذا ما استهلت أنه خلق العسر، ألا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله وانثغر الثغر، فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النثر إذ فاته النصر. وكذلك نجد هذا الشاعر يصف موقعة عمورية التي كانت ضد الروم، حينما استغاثت امرأة مسلمة في تلك البلاد وقالت: ومعتصماه، فسمع المعتصم هذه الصرخة واستجاب لها وطلب المشورة في خوض هذه المعركة، وأرسل رسالة لملك الروم إنه سيجرد جيش أوله عنده وآخره عندي، ولكن هناك اختلف الناس في وقت الحرب، فوقف هذا الشاعر وفصل في الأمر في قصيدة جميلة طويلة نأخذ بعضا منها. فيقول الشاعر: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة، بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم وما ساقوه من زخرف فيها ومن كذب،
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها الغشب، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب. هكذا هذه القصيدة الجميلة. فخاض معتصم هذه المعركة وفتح في رمضان عمورية. وأما الشاعر الرابع فهو البحتري الذي عرف بالغزل الغزل العفيف، فيقول في قصيدة له: سرى من خيال المالكية ما سرى، فتيم ذا القلب المعنى وأسهرا، دنو بأحلام الكرى من بعيدة، تسيء بنا فعلا وتحسن منظرا، وما قربت بالطيف إلا لتنتوي، ولا وصلت في النوم إلا لتهجرا، لقد منعت والمنع منها سجية، ولو وصلت كانت على الوصل أقدرا، فلو شاء هذا القلب في أول الصبا، لقصر عن بعد الصبا أو لأقصر، ولكن وجدا لم أجد منه موئلا، ومورد حب لم أجد عنه مصدرا، هوى كان غضا بيننا متقدما، كما صاب وسمي الغمام فبكرا. هكذا كانوا يقولون هذا الشعر الجميل شعر منمق محسن. والشاعر الخامس من أبرز شعراء هذا العصر، وهم كثر ولكن اخترنا منهم بعض الشعراء، أبو فراس الحمداني الأمير. هذا الشاعر يفخر بنفسه أثناء وقوعه في الأسر عند الروم، وهذه القصيدة معروفة، أخذنا منها قطعة أو أبيات. يقول أبو فراس الحمداني: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، وما هذه الأيام إلا صحائف، لأحرفها من كف كاتبها بشر، تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر، وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. هكذا نستمتع بهذه الأبيات الجميلة من الأدب العربي الجميل. ومن الشعراء الفحول في هذا الشعر، وهو الشاعر السادس الذي اخترناه أو أبرز شعراء، هو المتنبي. وهذا الشاعر الذي قال شعرا كبيرا وكان يفتخر بنفسه، وله قصيدة جميلة قالها يعاتب سيف الدولة على استماعه للحاقدين. فيقول المتنبي في هذه القصيدة التي أخذنا منها مقطعا، يقول المتنبي: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلمات من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختسم، وجاهل مده في جهله ضحك، حتى أتته يد فراسة وفم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. وفي ختام استودعكم الله،
وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي